قولولي ايه في الدنيا احلى ولا اجمل من ان يكون في حياتك ناس بتحبك بجد، بيتمنوا لك الخير وبيساعدوك وبيدعموك طول الوقت انك تحقق اللي نفسك فيه. بيستغلوا اي مناسبة ومن غير حتى مناسبة عشان يفرحوك. بيدوروا على الحاجات اللي بتحبها وبيحاولوا يعملوها عشان بس يشوفوا ضحكتك. بيقدروا كل اللي بتعمله عشانهم وطول الوقت بيحاولوا يردوه. مفيش حد فينا حياته مفيهاش مشاكل، مفيش حد مش شايل مسؤولية، بس في وسط زحمة الحياة والمسؤوليات اكتر حاجة ممكن تهون على الواحد وتخفف عنه هو وجود ناس بتحبه حواليه، يحبوه من غير شروط وبيقبلوه في كل حالاته، بيفكروا في حلول لمشاكله اكتر منه. رغم ان كل واحد فيهم ممكن يكون عنده حاجات كتير شاغلة تفكيره وشايل همها، بس ده مش بيخليهم يتخلوا عنه طول ما هم حاسين ان هو محتاج ليهم. وجوده فارق معاهم زي ما وجودهم فارق معاه. بعد كام يوم هيكون عيد ميلادي، والسنة دي بالنسبة لي مختلفة. في حاجات كتير بفضل ربنا قدرت ان انا احققها، وفي حاجات كان نفسي فيها وما اتحققتش لسه يعني. في ناس جديدة دخلت حياتي وناس فرقتها، وكان من اكتر الحاجات اللي فارقة معايا اني اتحديت نفسي ان افضل اشتغل كل يوم لمدة شهر كامل. اتحدى كل مرة فيها كنت بكسل اقوم اشتغل، اتحدى كل مرة فيها كنت بلاقي فيها مودي متغير، فاقول خلاص بقى مش مشكلة، مش لازم اصلا اشتغل. اتحدى كل الظروف اللي حواليا اللي دايما كانت بتعطلني عن اي حاجة عايزة اعملها. اتحدى فكرة ان وجود اطفال صعب ان اي تخلص اللي وراها مهما كان بسيط. وعشان الناس اللي في حياتي واولهم وليد جوزي كانوا شايفين قد ايه الموضوع ضغط ومش سهل ابدا، فكر انه يخلي عيد ميلادي السنة دي مختلف. وبما ان البحر احلى حاجة في الحياة بالنسبة لي، فرحنا نقضي يومين في اقرب مكان فيه بحر وهي السخنة. يمكن السفرية دي ممكن تكون سفرية عادية لأي حد، بس بالنسبة لي كانت من أحلى وأمتع السفريات لأسباب كتير. أولها إن اللي حواليا فكروا فيا وفكروا إزاي يبسطوني. كل واحد خلص اللي وراه وسافرنا كلنا سوا. حنان أخت وليد وجوزها وعيالهم سافروا معانا، وكانوا طول الوقت مصممين يعملوا لي عيد ميلاد حتى لو كان بسيط. ومهما كنت أهرب أو أحاول أكسلهم وأقول لهم ملهوش لازمة، كفاية إن احنا سافرنا، لحد آخر لحظة كانوا عايزين يحتفلوا بيا. أنا بالنسبة لي في وجود ناس حواليا بتحبني، وبحس ده في كلامها وتصرفاتها، في وجود العيلة واللمة، ده بيفرحني وبيخليني حاسة ان في حد معايا بيهون عليا، في حد جنبي نفصل سوا من مشاكل حياة ومسؤولياتها. لما بنكون مع ناس بنحبها المشاكل ما بتخلص، وبنبقى عارفين اننا مجرد يومين تلاتة وراجعين لها تاني، بس بنقدر نفصل شوية ونريح وبعدها بقى ربنا يحلها من عنده. وقتها كمان ممكن نلاقي حلول لحاجات ما كناش اصلا قادرين نفكر فيها. مش عايزة افضل اقول في كلام عميق بقى وتحسوا انه كلام انشا والواحد يحس ان الدنيا لطيفة وجميلة اهي، امال في ايه بقى؟ وبعدين يرجع يلاقي نفسه بيخبط في الواقع والناس والمشاكل ويلاقي الدنيا مش وردي قوي كده. بس كل اللي اقدر اقوله مهما كانت الظروف او الوقت اللي بنعدي بيه كله بيعدي وكله بيهون. المسألة بس شوية وقت وشوية صبر وكله بيتعدل. والحياة بتتعاش مرة واحدة. لو فضلتي مستنية حاجة معينة تحصل مش هتحصل، وهتفضلي مستنية. حاولي وعافري وجربي، والواحد بيتعلم من التجربة. اصلك لو فضلتي مستنيه العيال ينزلوا الحضانه والمدرسه عشان تفوقي لنفسك ولحياتك وتبقي مقدره نفسك مع كل اجازه وحاطه في دماغك مش هعرف استمتع مش هعرف اتبسط، عمر ما الوقت المناسب ده هيجي. وبنلاقي الحياه بتمر والوقت بيسرقنا وما عشناش اللي كان نفسنا نعيشه. لو استنيتي الظروف تتحسن ويبقى معاكي فلوس تقدري تروحي المكان اللي نفسك فيه، هتفضلي مكتئبه وحزينه على نفسك وزعلانه ومش عارفه تستمتعي حتى بابسط النعم اللي في الحياه. وبرده الظروف دي هتلاقيها بتخلص ويجي غيرها يعطلك ويأخرك عن اللي نفسك تحققيه. لو استنيتي العيال يكبروا عشان تعرفي تخرجي وتتفسحي وتستمتعي بالهوا والبحر، ولو رحتوا اي سفرية ما تحسيش انك مهدود حيلك ومش عارفة حتى تبصي للبحر وتنسي همومك شوية، هتلاقي ان مصيرهم كده كده يكبروا يتشغلوا عنك، وهيبقى نفسك بس في قعدة حلوة معاهم، نفسك بس تتجمعوا تاكلوا سوا او حتى يقعدوا في حضنك شوية. في مقولة بتقول ما تستناش الوقت المناسب، اصنعه. انا بشوف كده، لو حاولنا بكل طاقتنا طول الوقت ندور على الحلو في كل حاجة هنقدر نتبسط ونعدي اي حاجة مهما كانت صعبة. يعني انا السفرية دي على قد ما كانت اصغر سفرية رحناها، الا اننا ما ضيعناش فيها لحظة واحدة. ما عملتش كل اللي انا كنت عايزة اعمله، يعني تخيلوا ما كانش فيه في ال 24 ساعة في اليوم ربع ساعة بس اقعد في البلكونة استمتع بجمال الفيو. كنت جايبة معايا لب وسوداني بكل انواعه، ما كانش فيه وقت ان اقعد ازقز. رغم اني كنت بصحى من الصبح بفضل مواصلة لحد بالليل ولا بنام ولا بفصل.
بس أنا لو فكرت فيها كده هلاقي نفسي مخنوقة ومتضايقة وإنه الوقت ضاع، وقعدت أبسط العيال وأفسحهم، وضاع أصلا في الأساسيات كده اللي في أي سفرية، وأنا مستمتعتش بوقتي ولا اتبسطت. بس اللي حصل مش كده، اللي حصل إننا كلنا واحنا ماشيين كنا حاسين إن بقالنا شهر مش كام يوم بس، من كتر ما حاولنا بكل الطرق نستغل الوقت ونتفسح ونتبسط ونعمل كل اللي نقدر عليه عشان نبسط نفسنا ونبسط أولادنا. والحمد لله برغم شوية الزن والنكد اللي بيحصلوا كده من وقت للتاني من العيال، إلا إن معظم الوقت كنا كلنا مبسوطين، مبسوطين بلمتنا والوقت الحلو اللي بيجمعنا حتى لو من السنة للسنة، ومبسوطين اننا سافرنا وغيرنا جو، مبسوطين اننا فسحنا الاولاد في مكان جميل، ومبسوطين اننا فصلنا شوية عن همومنا ومشاكلنا ومسؤولياتنا، مبسوطين عشان احنا مع ناس بتحبنا وبنحبهم، وده لوحده بيحلي اي حاجة بنعملها وبيخليها مختلفة. افتكروا دايما ان الاوقات الحلوة ما بتتعوضش، ولو ما عرفناش نعيشها ونتبسط بيها مهما كان في حاجات ممكن تنكد علينا، برضو الوقت اللي بيعدي ما بيرجعش. افرحوا واتبسطوا مع اللي بتحبوهم، وبلاش نضيع الوقت في الزعل والنكد، اصل الحياة ما فيهاش وما تستاهلش اننا نضيع لحظة واحدة حلوة من عمرنا من غير ما نفرح فيها. النظرة في عين اولادي وهم مبسوطين دي بالنسبة لي عيد ميلادي، النظرة في عين جوزي وهو شايفني احسن واحدة في الدنيا دي بالنسبة لي عيد ميلادي، ان افضل لحد دلوقتي قادرة اعافر واكمل واجتهد بفضل ربنا وبفضل وجود ناس بتحبني، ده عيد ميلادي. في ناس في حياتنا ممكن الحياة تشغلنا عنهم شوية، بس مجرد ما بنتجمع بنفضل نتكلم ونحكي ونتبسط بالوقت عشان احنا بس مع بعض. الناس دي ما ينفعش نفرط فيها لانها بتهون على الواحد. انا بحمد ربنا وهفضل اشكره واحمده في كل سنة في عيد ميلادي، ان كل مرة بيكون احساس مختلف وجميل بيعدي عليا وانا في وسط اهلي وعيالي وجوزي وفي وسط الناس اللي بحبهم وبيحبوني وبيقبلوني في كل حالاتي، وبيحاولوا طول الوقت يهونوا عليا. المرة دي غير اي سفرية معرفتش اصور كتير بصراحة، كنت عايزة استمتع بالوقت وكنت بنسى اصلا ان انا اصور، بس يعني على قد ما قدرت كده حاولت ان انا اخد لقطات للذكريات الحلوة دي. اقابلكم قريب في مكان جميل مع ناس جميلة، مش عايزة اقول لكم هي الصحبة الحلوة هي اصلا اللي بتحلي اي مكان، بس كل اللي اقدر اقوله لكم وجود الناس الحلوة في حياتنا بيحلي الحياة. سلام. كده كده يا لولو.